عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين متتبعي الكرام؟ لاباس عليكم؟ هانيين هانيات، نتمنى تكونوا كاملين وكاملات على خير وبخير في تمام الصحه والعافيه. ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. صراحه هذا الفيديو جا بناء على طلب وما كنتش باغا نديرو من بعد مده، حتى شفت انا النتيجه. فاش بديت معكم انا القناه بديتها معكم بوصفات طبيعيه مجربه، وشحال ديال الاخوان والاخوات جربوا الوصفات ديالي اللي كنعطيهم والحمد لله عطات مفعول ونتيجه. وكاين اللي كنعطي الوصفه كيكون عارفها وتيقول لي كريمه اختي فعلا راه هاد الوصفه حنا فايتين مجربينها والحمد لله راه كتعطي مفعول ونتيجه. تقريبا مده من نهار فتحت هاد القناه الثانيه هذه وانا كندير الوصفات، وجا طلب كتير على واحد الحل العلاج، واحد المشكل اللي صراحه كيواجهوه بزاف ديال الناس. وهذا المشكل هذا كيجي يعني من عند الله سبحانه وتعالى، وهو مسمار القدم اللي كنسميوه حنا بالعاميه يعني بالدارجه ديالنا مسمار الكيف، اللي كيجي في الرجل عند الوليدات الصغار ولا كيجي عند الناس الكبار. انا براسي كنت صغيره كان فايتجاني هذا مسمار القدم. المسمار القدم كيختلف، يعني كاين اللي كيكون بحال الحبوبه في الرجل، يعني من الداخل عامره بلحمه كتكون سواء كحله ولا بيضه. انا كان فيا داك مسمار القدم اللي فيه الداخل بحال النقطه ديال الدم بحال الكحله. صراحه كان كيعذبني، ما كنتش كنقدر نوقف على رجليا. انا ما عالجتوش سبحان الله العلي العظيم، مشى هكاك يعني عمرني ديك الساعه فقت الصغر، ما عمرني رديت ليه البال صافي حتى مشى بوحدو ما بقاش فيا. وتقريبا هذه شي 3 سنين وولدي كيعاني منه. ولدي عنده فاش كانت عنده عامين جاه في رجليه، وصراحه سبحان الله العلي العظيم كنا كنشوفوا الولد كيخمع برجليه، تنقولوا الدري مالو كيدير بحال ما هكا، كيحسبنا الدري بدا كيكبر الله يستر وجاتو شي حاجه خليقه عدات كتاثر عليه. ما الولد كيدير هكا، ما الولد كيدير هكا، ما الولد شويه. واحد النهار كنقلب لي رجليه كنلقى الولد عنده مسمار القدم في رجليه. بقيت تنقول كيفاش غادي نعالجو بقيت هكاك تنقول كيفاش غادي ندير ليه. صراحه جربت بزاف ديال الطرق، خديت واحد الكريو من الصيدليه كيدار كيكون اللون ديالو رمادي، كديريه في الماء وكتحكيه في رجليه. صراحه ما عطاني حتى شي نتيجه. قالوا ديري لي مطيشه، شدي مطيشه ديريها له على رجليه بيسيها، بقيت ديرها له يوميا. هذيك الكبريت اللي كيكون داخل المطيشه كيخلي هذاك اللحمه تنفخ وتيتحيد. صراحه جربت هذا الشيء كامل وصافي ما عطات حتى شي مفعول. حتى لواحد النهار واحد السيد الله يجازيه بخير بقينا كنهضروا هكا قال لي شوفي كريمه بنتي، عند تجربه مسبقه غاديه تجربي واحد الوصفه اللي صراحه حنا كنا مجربينها وعطات نتيجه مفعول. وصراحه انا فاش جربتها بديت كنجربها، ما بغيتش نشاركها معكم حيت نتوما كنتو طلبتوها مني. قلت لي كريمه اختي الله يجازيك بخير عندك شي وصفه ديال مسمار القدم وما بغيتش نشاركها معكم حيت ديك الساعه كانت النتيجه مازال ما بانش. ودابا الحمد لله وشكر لله انا جربتها لولدي تقريبا هذه مده اكثر من 3 شهور او 4 شهور تنديرها، ولكن ما كنديرهاش بشكل يومي، مره. وسبحان الله العلي العظيم كنت نقول ما عرفت تعطي مفعول ولا ما تعطيش مفعول، ولكن عطات مفعول. غير دابا ولدي ما كاينش هنايا والله العلي العظيم. دابا ملي فتحت انايا القناه كنقلب التعليقات لقيت نفس التعليق تقول لي اختي عافاك الا عندك شي وصفه. قلت غادي ندير فيديو بحكم الدار خاويه. هاد الوصفه هذه ثمنها قليل واجرها كثير، بسيطه جدا، ولا جربتوها غادي تشكروني على تقولي لي كريمه اختي والله الا بصح. وانا والله حتى مجرباها. ولدي كان كيعاني من هاد القضيه ديال مسمار القدم والحمد لله والشكر لله. عندكم تمره هذه زيتونه كحله، تشوفوا معايا ها انتم، هذه زيتونه كحله وبريكه. هاد الزيتونه هذه تشدوها تحيدوا لها هكا، تاخذوا العظم ديالها، هاد العظم هذا تخليه واحد اليومين ولا 3 ايام، حطوه قدام الشمس ينشف شويه، يعني ينشف ما يبقاش فيه الماء. قدرتوا نتوما ديروا البريكه ماشي مشكل، ولكن احسن تشدوا هاد التمر، هاد النواه ديال العظم ديال التمر عفوا ديال الزيتون، وديروها فوق شي فاخره، يعني يكون مجمر سخون ولا شي حاجه، ولا فاخره وحده وقدوها فوق البوطه وتكون حاميه مزيان، يعني تكون حمراء. وحطوا
هاد العظم ديال الزيتون فوقها، غير يطلق الرماد وغادي تشدوا هاد الزيتونه هذه الرماد ديالها هكا بهاد الطريقه، يعني تدخلوا هاد الجهه ديال لا الرطبه، ماشي هاد اللي تيكون فيها على شكل شوكه، هاد الرطبه وكتحكوا بها تحكوا بها ديك البليصه 2 مرات في النهار 3 مرات في النهار غادي يكون مزيان. الا ما قدرتوش ديروا مثلا هذه جمره، كتشد غير البريكه، كتشعل البريكه بحال ما هكا، وكتخلي هذيك الزيتونه كتحرق مزيان، كتبان لك شويه ديال الحموريه، وكتشد هذيك العظم ديال الزيتون كتحطيه سخون على ديك البليصه، وكتبقى دير بحال ما هكا، كتبقى دير بحال ما هكا، كتبقى دير بحال ما هكا. هو راه انت غادي تحس بالسخونيه بطبيعه الحال، ولكن والله العلي العظيم من بعد مده غادي نتلاحظوا بان هذاك مسمار القدم مشى. انا درت عن تجربه، انا ولدي ما كانش كيقدر يهز رجليه ابدا، وكاينه علاج اخر دابا حاليا الوقت ما كاينش. الحليب ديال الكرموس، الحليب ديال الكرموس رائع ومتميز. الا عندكم الكرموس اللي كيكون يعني في الشجر راه مزروع، كيكون في البوادي راه بكثره، كتشدوا الحليب، كتاخذوا شي كرموسه ولا ورقه ديال الكرموس كيكون فيها الحليب، وكتشدوا هذاك الحليب ديال الكرموس كتحطوه على داك المسمار ديال القدم مزيان 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 مزيان، كيدخل فيه. وحاجه وحده الاخوان والاخوات، من الاحسن تاخذوا شي سورانغ تكون يعني معقمه، وتحاولوا تجروا ديك اللحمه اللي كتكون في ديك المسمار، تحيد هذيك راه كتكون واحد اللحيمه لداخل، تحيدوها راه ساهله كتحيد، غير الا كان طالعه راه غير بضفرك كتحيد. ولا كتاخذ شي سورانغ اللي كتكون يعني معقمه، وكتحاول تحيد ديك اللحيمه اللي دخلانيه، وعاد كتعالج باش هذاك الرماد ملي كيدخل يعني في هذيك في اللحمه لداخل، كيبدا يطلع لحمه جديده كتكون متساويه مع الرجل، ما كتبقاش يعني فيها لحمه بوحدو، يعني كتكون لحمه بوحدها مفصوله، لا كتولي رجلك طبيعيه عاديه. وكذلك حتى نفس الطريقه طبقوها على الحليب ديال الكرموس. الحليب ديال الكرموس والزيتون راه رائع. الا قدرتوا ديروا يعني مره الحليب ديال الكرموس في الصباح، وفي الليل ديروا الزيتون. الا قدرتوا ديروا مثلا في الصباح الزيتون وفي الليل الحليب ديال الكرموس، والله العلي العظيم لا غادي تشكروني عليها. الصراحه مجربه. العظم هكا بحال هكا 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 هكا، كتكون ديك الساعه الزيتونه كتكون ناشفه دغيا، كتشعل فيها العافيه ودغيا تتدير، يعني دغيا تتحمار وكتطلق داك الرماد ديالها. وحنا عندنا الغرض بداك الرماد. ما عندكمش الصبر البريكه، تشدوا الزيتونه ديروها على شي جمره، خليها تطلق الرماد ديالها، وحاولوا شي طريقه كيفاش تهزوها. انا ما عمرني انا درت ديال الجمره، وهو الجمر كيكون افضل، وحتى البريكه راه مزيانه، غير نتوما تستعملوها بشكل يومي، يعني ما ماشي تعجزوا، ولا يوميا 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 غادي نتلاحظوا نهار على نهار 15 يوم الاولى 20 يوم الاولى هذاك المسمار ما بقاش كيضركم، وهذيك اللحمه يعني بدات كتفصل على رجليكم، ولات الجلده ديال رجليكم طبيعيه كما في السابق. هاد الوصفه راه صراحه انا مجرباها، ما كنتش بغيت نشاركها معكم نهائيا حتى نشوف انا النتيجه، والحمد لله والشكر لله النتيجه عطاتني في ولدي، عليها انا بغيت نشاركها معكم لطالما طلبتوني عليها. شحال هذا يعني طلبتوا عليها مرارا وتكرارا، وما يمكنش لي انا نشارك معكم شي وصفه ما عمرني جربتها. الحمد لله ملي جربتها عطاتهم فعول ونتيجه، وانا جيت شاركه معكم، ونتمنى تجربوها، وان شاء الله غادي تحسوا بالفرق، غادي تحسوا بالفرق. الله يجعلني عند حسن ظنكم، والله يشافي الجميع يا رب العالمين.